ازيكم؟ تعالوا اخدكم معايا يومي مش ازاي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. اول حاجة اشتريت التيكتس وكنت محتار اروح فين بصراحة في المعرض. بعد ما اشتريت التيكتس فقررت اني هروح اجيب قهوة عشان افوق بصراحة. الصبح كنت بفكر كمان هجيب ايه من الكتب، ايه اول مكان هروحه. لقيت معايا كيكس قلت اكله، ومراية قلت لازم اتصور. وبعد كده دخلت على طول على مكتبة تكوين، كانوا عاملين خصم 60%. مكتبة تكوين بصراحة من الاماكن اللي انا بحب اروحها، اختياراتهم حلوة وان مترجماتهم جميلة. وبصراحة اشتريت كتب كتير قوي هتشوفوها في حلقة مشتريات المعرض للناس اللي على يوتيوب طبعا. بعد كده قررت اروح دار المدى اصداراتهم جميلة ومن الدور القريبة قوي لقلبي، وكتبهم حلوة قوي بصراحة. فببقى محتار اجيب ايه ولا ايه يعني بصراحة من المدى يعني. بعد كده رحت مكتبة الشروق، معظم اصدارات دوستويفسكي كانت موجودة، كتب انجليش كتير. اصدارات الشروق جميلة الحقيقة. بعد كده عديت على كلمات من الدور اللي انا بحب ابص فيها طول الوقت. كمان رحت المجلس الوطني للثقافة والفنون عشان اشتري اصدارات عن المعرفة وابداعات عالمية، وجبت منه حاجات كتير هتشوفوها في حلقة المعرض. كمان رحت الدار الاقرب الى قلبي، هي دار تنوير، معظم اعمالي على القناة منها. وعديت على المحروسة سريعا وكنت بصراحة جعت جدا، فقلت اكل الكيك الباقية وافكر ازاي يعني هروح بكل الكتب دي. واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.